يجي واحد من خارج مجتمعنا اللي في ظفار ويحاول يبث هذه الفتن ويأججها وكذا يعني. فاخواننا السمر لا تطرقت لهم لا من بعيد ولا من قريب، وتحدثت عن المدار وتكلمت انه ايضا من جزئين. الجزء الاول انه في بعض الفنون لناس وناس، يعني هذه مثلا في بعض القبائل ما تلعب المدار، وفي بعض الاخوان السمر هذه لعبتهم. نحن مثلا في قبائل المدينة مثلا وحتى السمر ما ياخذوا فن النانا مثلا، يعني هذا هو القصد. وذكرت انه ايضا في الجزء الثاني انه ناس وناس لما يتميعوا في لعب المدار وكذا، حقيقة الناس اللي هم ما في داعي أن أذكرهم، يعني ليس في إخواننا السمر، أنا ما أتكلم على إخواننا السمر، لكن هي لابد أنه هناك في ناس يحبوا يبثوا السموم يعني. ولكن أنا استغربت يعني من المواضيع هذه اللي منتشرة، والقصد في النهاية أنه المجتمع يحافظ على فنونه التقليدية. المدار بشكله الرجولي، مثل ما حطيت مقطع في احتفالات الحصن، مقطع رجولي لإخواننا السمر، وأي فن آخر يعني لابد أن يكون في رجولة يعني في أدائه يعني. حتى ذكرت في قبائل المدن هنا انه صارت في بعض الامور اللي خارجه عن اراده الناس، يعني صار كل واحد يغرد بطريقته الخاصه ويعمل اصوات ويعمل حركات دخيله علينا نحن ما نسويها يعني. ولكن انه تنتشر نعرات الحين ويستدلوا بكلمات ساميه ويقولوا هذا يسبب فتن ويسبب هذا. يا اخي ما تربينا نحن على كذا، خيرنا وشرنا مع اخواننا في كل يعني كل مكونات المجتمع، مع بعضنا البعض في أفراحنا وفي أتراحنا، مع بعضنا البعض في زياراتنا، في طلعاتنا، في مأكلنا ومشربنا، عان وأهلنا، كلهم بكل مكوناتهم الصعاب في الزمن، وإحنا أبنائهم في هذا الجيل متماسكين على يد واحدة، سهراتنا مع بعض، طلعاتنا مع بعض، كلنا نخاف على بعضنا البعض. لكن إن الواحد يحور كلامي إلى مواضيع فتن ونعرات، موضوع هذا كبير يعني. فعلا تشعر انه في حد يتصيد يعني، لانه الموضوع من موضوع مدار وبرعة وهبوت، مواضيع القصد منها المحافظة على التراث وعلى الفن الشعبي التقليدي بصورته الحقيقية، توصل إلى مثلا نهارات. هذا شيء استغربته حقيقة، لأن أنا لا ذكرت قبائل معينة، لا ذكرت أخواننا السمر، لا ذكرت أي حد يعني. وحقيقة شيء غريب يعني، والله العظيم يا أخواني شيء غريب، لأنه فعلا الموضوع كيف تم تحويره لسبب ما ولطموح شيء آخر يعني. لكن احنا في محافظة ظفار بشكل خاص قلوبنا على يدنا واحدة، ومتعاونين ومتكاتفين ومتصالحين مع أنفسنا ومع غيرنا. احنا كنا أبناء محافظة ظفار، أبيض أحمر أسود أسمر، يعني ما عندنا مشكلة في هذه الطبقية، ولا ذكرناها الطبقية. والناس اللي يعرفوني أنا يعرفوا أنه سعيد ما عنده هذه الطبقية، ودائما ينادي بصوت واحد. أنا ياما تكلمت في رسائل تخدم المجتمع كله، من سهل ونجد وجبل، أبيض أسمر أزرق. رسائلي كانت هادفة وتوصل للناس وتوصل لكل الجهات، خدمة لمجتمعي يعني. لكن انه توصل هذه المواضيع ونكبرها ونحط فيها بهارات، لا والله. السمر اخواننا عزيزين علينا، واحنا ومجتمعنا متحابين مع بعضنا البعض ومتصالحين مع بعضنا البعض، والى بكره احنا كل مكونات المجتمع مع بعضنا البعض يد بيد.